ليه تعمليه بالطريقة العادية وانت بتقدري تعمليه بطريقة ما يشرب فيها ولا نقطة زيت، مع دجاج محمر منهنه شارب كل تتبيلة السماق. وبوعدك أول كلمة رح تسمعيها مش معقول هالمسخن شو خفيف. أحبائي مثل العادة خلينا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول أكسب أجر أنا وانتو. فضلا ليس أمرا تضغطوا لايك لو انتم عم تحضروا بالفيديو، اللايك كتير مهم، ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية عندي هون كمية تقديرية من الدجاج، أنا مستخدمة دجاجتين، ضفت له مية باردة، بعد هيك بترك الدجاج لحتى يغلي معي، بشيل كليات الزفرة وبضيف حبة واحدة من البصل، ورق لورا، حب هان مطحون أو حب، وفلفل أسود. أنا ما بضيف على الدجاج أي نوع بهارات تانية أبدا. بغطي الطنجرة وبترك الدجاج ليستوي معانا كامل السوا. رفعت طنجرتي على النار وضفت كوب ونص من زيت الزيتون، ورح أضيف ما يقارب 2 كيلو من البصل. البصل أنا عندي هون مقطعته لشرحات كبيرة، أكيد بتقدروا تقطعوه لمكعبات، ولكن يفضل تكون تقطيعة كبيرة مش صغيرة أبدا. رح أبدأ أشوح في البصل على أدنى درجة حرارة، بعد هيك رح أضيف عليه معلقة كبيرة من الملح لحتى أساعد البصل إنه يدبل معي وما ياخد لون أبدا. بغطي الطنجرة وبتركه على أدنى درجة حرارة، بعد هيك رح أضيف له معلقة صغيرة من الفلفل الأسود وشي 3-4 معالق كبار من السماق. أنا مستخدمة السماق العجلوني، فيكم تستخدموا البلدي، أي نوع متوفر عندكم اللي أنتم بتحبوه بتفضلوه. برجع بغطي الطنجرة وبترك البصل ليشرب عندي كل نكهة السماق. وهلأ ركزوا معاي منيح، بعد ما استوى عندي الدجاج كامل السوا رح أضيف له مكعب مرقة الدجاج وبضبط الملح. بعد هيك بغطيه شي 5 دقايق ليشرب عندي من كمية الملح وياخد من نكهة الماجي. برجع بشيل الدجاج وبضيفه فوق البصل كيف ما عم بتشوفوا معي، وبضلني أحرك فيه بالطريقة الواضحة قدامكم لياخد من نكهة السماق ومن زيت الزيتون، ومش كتير، يا دوبك 5 دقايق مش أكتر من هيك. واللي بيعمل هاي الخطوة بالدجاج يكتب لي بالتعليقات. وبعد شي 5 دقايق لتشرب عندي الدجاج من نكهة زيت الزيتون والسماق، هيك خلص بيكون صار معي جاهز. وبعد هاي الخطوة مباشرة بحط البصل كامل بمصفاي، بفصل البصل عن الزيت، وكمان رح أصفي المرقة. المرقة هون لازم تكون عندي سخنة. بشرب خبز الطابون بالمرقة، بعد هيك بحطه بالصينية. الصينية طبعا بتدخل عندي الفرن. بعد هيك رح أخذ معلقتين كبار من زيت الزيتون مش أكتر من هيك، وبحط له كمية منيحة من البصل. في ناس بتحب بصله كتير، في ناس بتحب بصله قليل، أنا من الناس اللي بحب البصل قليل. بعد هيك رح أرجع أضيف على وجهه شوية من السماق، وبدخله على الفرن شواي فقط من فوق. أول ما بيتحمر معاي على طول بشيله، وبكمل باقي الأرغفة بنفس الطريقة. أنا بحب أضيف على كل رغيف شوية من المكسرات، بلاقيه بيعطي طعم كتير زاكي. والدجاج كيف ما عم بتشوفوا حمرته لحاله، وهيك بقدر أقول لكم دوقوا يا جماعة واستمتعوا بأطيب طعم. بتقدروا تعملوا جنبها خيار باللبن، بتقدروا تعملوا بالمرقة اللي زادت معاكم شوربة تفريكة، حقيقي ولا أطيب من هيك. بتمنى اللي مجرب هاي الطريقة يكتب لنا رأيه بالتعليقات. مثل العادة لو وصلتوا معي لهون وعجبتكم الوصفة اكتبوا لي تم و10 على 10 يا ملك، خبروني حجربوها أو لا.